الحبس موجود باش نزوزولو، السبيطار موجود باش نزوزولو، الكوجينه موجوده. علاش تحكي لي على الكوجينه وما تحكيليش على بيت الراحه؟ كي تتفرج في التلفز متاعنا اليوم تلقى كل شيء، تسويق، مسلسلات، ترفيه، تسويق وتسويق، تلقى كل شيء. كان هذيك اش اسمها الفازة اللي يعملوها باش يثبتوا في المعلومات ويكلموا مصادر أو كي يتربجوا بها صاحبة الجلالة وساعات السلطة الرابعة. شو اسمها؟ الصحافة. صحيت، الصحافة يا أخي، مازال عنا صحافة. خلينا نبداو من الأول. شنية هي الصحافة؟ لا، ماهيش نقل الخبر، هذاك الإعلام أول خطوة في ثنية الصحافة. الصحافة فيها نقل الأخبار ومتابعتها، التدقيق فيها، حوصلتها وإثراءها، ثم تقديمها للجمهور لخدمة الصالح العام. وقتاش آخر مرة ريت برنامج في التلفزة التونسية يعمل في الشيء هذا؟ الأجناس الصحفية تسمع بهم؟ أكيد تسمع بهم، أما ما تراهمش. ما تشوف كان الحوارات والتولك شو، ساعات يخطف روبورتاج في بعض البرامج بخلاف اللي في الأخبار. أما تفرجت شي مرة في ملف ياخو قضية يفركها من الشيرات الكل ويعطيك روح الزبدة؟ وقتاش آخر مرة تفرجت في وثائقي عملته تلفزة تونسية؟ بخلاف الوطنية هذيك ما زالت تنتج، أما مش كيما قبل. كانك دومر كيفي ركباز كبرت مع المنظار، الملف الأسبوعي متاع التلفزة الوطنية في التسعينات. على الأقل خلطت على النسخة العالمية، جواز سفر، أول مرة شفنا فيها العالم بعينين تونسية، والزوز عملهم الحبيب الغريبي. بعد الثورة فما قنوات خاصة عملت محاولات باش تنسج على نفس المنوال. الحوار التونسي مثلا تاع 2011 و2012 قبل ما تتباع. قناة تونس الإخبارية TNN اللي حبت تعمل الجزيرة بالتونسي، وفما أخواتها المتوسط والقلم حاولوا زادا يعملوهم من الأول، أما دزوا ياسر على اليمين. حتى قناة التاسعة أول ما حلت كانت الوحيدة اللي تنتج في نشرة أخبار بخلاف الوطنية، صرفوا عليها مليح، من بعد نقلوا عليها تلفز أخرين. والحوار التونسي نوفو موديل كان عندها في الصميم ويوميات مواطن، وتوا عندها الحقائق الأربعة. هذوما أهم التجارب وبعض الأمثلة، مش الكل. أما خلينا نوضحوا حاجة الساعة، هوني نحكيو على صحافة فيها حد أدنى من البحث عن المعلومة ومن معالجتها وتقديمها. معناها بالات الميكرو تروتوار ما تتحسبش، هذيك أديباس متاع الصحافة. تريد كيفاش يعطل فيا على الخدمة؟ كيف مرافقة البوليسية في خدمتهم وتصويرهم ماهيش صحافة. الخدمة هذيك نورمالمون تابعة الشرطة الفنية، نورمالمون تخلصك الداخلية مش التلفزة. وما نحكيوش على تصوير الناس في ديارهم وفي حياتهم الخاصة مهما كان الهدف، هذاك في أحسن الحالات اسمه تلفزة الواقع، تيلي رياليتي، وفي أسوأ الحالات ماهوش جورناليزم بل فوايوريزم. أما حتى من غير هذوما راهو كانت فما صحافة واقفة يعملوها صحفيين في الميدان، مش كان الصحافة الجالسة اللي تتخدم في البيرو. توا كلها قعدت وماهيش استعارة. اي شنو صار؟ انت ماشي في بالك الصحفيين يكركروا ويحبوا البوز وما يحبوش الرجلة. اجا نحكي لك على عالم الواقع. الصحافي ما يخدمش على كيفه، عنده مشغل يقول له شنو لازمه يخدم وكيفاش، والمشغل يحب صحفيين ينتجوا برشا وفي وقت قصير وما يتكلفوش برشا. صحيت، سابقة وجراية وتخلص باللي CVP. معناها لازمهم يخدموا حاجات قصار، ما تشدش اليد وبلاش مصروف، لا إقامة لا ترانسبور لا والو. وكان باقي ما فهمتش تشد بيروك وتنتج. وكانوا حالت هكا نقل شوية منا وشوية من غادي وخايط بيناتهم. وكان مش عاجبك وتحب تجيبها فرسان القلم وجنود الحرية، سهلة ياسر، بروح البطالة بزايد، برا اشكي وكلم النقابة واعمل وقفة في عقلك وشوف منين باش تخلص كريك وفاتوراتك وقروضاتك. بالعربي الصحافي صبعه تحت الزرصة، والصحافة الواقفة تتكلف وزيد ما تجيبش فلوس. وهي منين تجي الفلوس؟ صحيح من الإشهار، والمستشهرين نعرفوهم ما يحبوش المشاكل، يحبوا الميكانيك، ألعاب، تفرهيد، مسابقات. هذوكم اللي دخلوا فلوس للتلفز، وهما اللي يصرفوا على البرامج الجدية اللي فيها صحافة.
وانت تتصور الشركات الكبار يحبوا يصرفوا ويعملوا بوب تتعدى مع تحقيقات تكشف التجاوزات والتلاعب وتحل قضايا ضد المسؤولين والكبارات، وعليه حتى كان هو نظيف وشركائه واصحابه وكليوناته كلهم نظاف، المسؤول اللي باش يتفرش في تحقيق باش يقول له يجي هنا انت تمول في برامج تشوه فينا وفي تلافز تلعب ضدنا، وباش ينزل عليه باللي يقدر. مثلا الفيسك كان فما رخصة ولا ديوانة ولا صفقة، دوسي قديم نحيروه وكل قدير وقدره. وحسب رايك شنو يصير كي يبدا ما فماش فلوس؟ تراه هاتك المحاولات اللي حكينا عليهم بكري. الحوار التونسي دوريجين تعرف اش صار لها ورحلتها من بيعان المعدنوس إلى بيعان القناة. برامج الحوار التونسي نسخة سامي الفهري قاوموا لسنوات وبيلوا مقعد كان الحقائق الأربعة، والكلهم خاسرين من اللي بداوا لليوم، فيهم اللي ما يخلطش يغطي شطر كلفة الإنتاج متاعو. وأخبار التاسعة خدمة عامين وسكرت، رغم اللي كي تشوف الباكو اللي هبطوا به من الأول تقول هذوما مطولين، والتيانان وأخواتها الله يرحمهم. أما هذوكم كانوا عندهم برشا مشاكل، أبرزهم أمراض وراثية ناتجة عن ارتباطات حزبية. هذاك علاش ولات برامج التولك شو هي اللي مهيمنة على التلفزة عندها سنين، خاطرها أرخص حاجة في الإنتاج، راس مالها استوديو تنجم تصور فيه بالا برامج، منشط وزوز كرونيكورات، وجيب ضيوف وثرثر معاهم للصباح. جوست باش تفهم، وثائقي استقصائي كيما كاش انفستيغاسيون يتكلف تقريبا Non, mais non, je ne vais pas crier. 300,000 يورو. 300,000 يورو يعملوا به ساعتين بث. في تونس برشا تلفز ما يدخلوهمش في عام كامل، يعني حتى كان الصحافي يحب يجتهد آخرته يصطدم بصخرة الواقع، فالعين بصيرة واليد قصيرة. في احنا أقوى حدث رياضي في العالم الكوب دو موند، ما عندناش فلوس باش نبعثوا لها مراسلين. في 2022 يحرز قطر خلصت على الناس الكل، أما في 2018 حتى قناة خاصة ما بعثت مراسل لروسيا. واش علينا في المراسلين؟ انت ما زلت تشوف صحفيين في التلفزة؟ بخلاف الزوز برامج سياسية اللي قعدوا باش تلقى شوية ممثلين كعبات سياسيين تائبين أو هكا يبدو، حفنا انستغرام الزيت وهز يدك من الطبق. كان نشوفوا القانون شي يقول نلقاو كراس الشروط اللي تصحح عليه القنوات يفرض عليهم أنه على الأقل 50% من الخدامة متاع المؤسسة يكونوا صحفيين. أما هذوكم ما تراهمش، آخرتهم في الكواليس يحضروا في الخدمة للنجوم والمؤثرين، وفي الآخر شي يخسروا عليهم. نشكروا جنود الخفاء. وانتي سامحني، علاش تحب مولا المول يغير على الصحافة ولا يسبق الصحفيين؟ يا أخي شمدخلوا هو في الصحافة؟ تراه أعمل دورة على مالي القنوات الكل وشوف تلقاشي فيهم واحد عنده طريف مرجعية صحفية، مش لازم قاري صحافة ولا خادمها، أشكون فيهم كتب مقال في حياته ولا عمل ستاج في مطبعة في صغره. خاطر كان جات المشكلة هي نقص كفاءة الصحفيين متاعنا، رانا ما نلقاوهمش يعبروا لبرا وفاكين بلاصتهم في برشا بلدان من الشرق للغرب، بخلاف المراسلين الدوليين اللي في تونس، مش خاطر هما يضويوا على البراني، أما هذاك العرض وهذاك الطلب. هاك عديت معايا 10 سنين في التلفز الكلها بلاتوات، خاطر الميدان ما نجمت نخدمه كان مع القورة، إعادة هي كانت تشخر وزادوا خلطوا عليها وسائل التواصل الاجتماعي وخوارزمياتها وجمهورها زاد، الكلهم يحبوا محتويات قصيرة وتجلب الانتباه. وهكا ولا نجاح الميديا يتقاس بعدد الرياكتس. ريل بدقيقة ونص فيه تصريح صادم ولا فضيحة ينجم يجيب تفاعلات أكثر من تحقيق بساعة. يعني مولا التلفزة مقعد عنده حتى سبب باش يستثمر في الصحافة الجدية اللي حبالها طويل وما توكلش الخبز، خاطر عنده ثنية أخرى خدمتها أسهل وفلوسها أسهل. يعني لا فما إرادة حقيقية باش تكون عندنا صحافة قوية، لا فما إمكانيات تخليها تقف على ساقيها، لا فما مناخ عام يشجعها، لا جمهور يطالب بها ويدعمها. إما لم نمشي تجينا هالصحافة اللي نحبوها. أنا ما زلت مكبش في بحثي، الصحافة الحرة ماهيش امتياز للصحفيين، هي حق للمواطنين. وينهم المواطنين؟ علاش ما يدافعوش على حقهم؟ يا أخي في بالهم اللي هو حقهم؟ بربي طفي التلفزة وبرا شوف معاهم الساعة، من بعد تو نحكيو. سلام.